بامانه مرتبك في الجامعه مكفيك؟ خلينا واقعيين، احنا كدكاتره في الجامعه مرتباتنا مش احسن حاجه، وتمنياتنا انها تتضرب في 10 ممكن يطول شويتين. انا جاي اقول لك ان في حل، الحل انك تقرا قانون تنظيم الجامعات في بلدك. لو بتكلم عن مصر مثلا، الماده 101 بتقول ايه؟ بتقول ان مسموح لك تعمل استشارات او تدريبات بموافقه رئيس الجامعه خارج اوقات العمل الرسميه، ومفيش رئيس جامعه ما يتمناش الخير لدكاتره جامعته. طب ليه بقول لك كده؟ تخيل معايا السيناريو ده، عجبك كلامي فقريت الماده 101 فقررت جنب مرتبك وجنب شغلك في الجامعه تعمل استشارات وتدريبات. عظيم جدا. طب وبعدين اعمل ايه بقى؟ ببساطه ادخل ويب سايت مكاتب استشاريه وتدريب في دول تانية، شوف بيطلبوا ايه وايه المهارات اللي ناقصاك، ابدا اشتغل عليها وطور نفسك وعدل سيرتك الذاتيه بهدوء. ولو السناره غمزت هتشوف مهنتك الجامعيه بشكل تاني خالص. وظيفتك الاكاديميه جميله جدا وبتفتح لك ابواب استشارات خارج بلدك وبالعمله الصعبه وانت قاعد وسط اسرتك. الخلاصه، فكره انك تسافر بجسمك بره بلدك وتحصل فجوه اسريه ده عهد قديم وخلص، خصوصا في مهنتنا. احنا في عصر الانترنت والذكاء الاصطناعي، الفرص بره بلدك ممكن تيجي ليك وانت جوه بلدك. انا مصطفى بالسعود ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني في الحلقه الجايه. سلام.